استكمالا لتاريخ لحظة عمل توكيل في شهر عقاري رحاب. زي ما انتوا شفتوا على اللايف انه الجماعة وشوشوا بعض وبعتوا جابوا الامن اللي استدعاني، واللايف هنا اتقطع. الضابط كان بينوه انتي مين، انتي جايه ايه، انتي بتصوري ليه؟ قلت له ما بصورش. قال لي هاتي تليفونك، ورغم انه مش من حقه ياخد تليفوني لكن انا اديته له الحقيقه لانه ما فيهوش حاجه انا شايفاها ضد القانون. اخذ التليفون وكان الكلام في اتجاه انت توجهاتك ايه؟ فقلت له انا ما ينفعش اكون اخوان لانه انا فلان وفلان وفلان بيتعمل علينا تحريات كعيله، فانا لو اخوان. فانتبه لاسم معين فيهم و اخد مني التليفون والبطاقه ودخل جوه. قعدت دقيقتين كده وانا ادركت ان انا اديته تليفوني، وتليفوني ده عليه حاجات شخصيه وانه ما ينفعش يبقى في ايد حد. فوقفت بره قلت لهم لو سمحتوا اندهولي فلان من جوه. اخد تليفوني، انا ممكن اسيب التليفون والبطاقه واعمل مشكله دلوقتي. فاللي حصل انه ما سالوش فيا طبعا عادي، وبعدين خرج بعد شويه لقيت التليفونات عماله تجيني من العيله. انتي بتجيبي سيره فلان ليه؟ انتي بتعملي ايه؟ انتي فين؟ وانا طبعا ابن الضال معروفه في عيلتي يعني. قلت لهم والله انا ما اتعمدتش، يعني انا ما قلتش فلان عشان خاطر فلان يلحقني. اتصلوا بحد وعرفوا ان انا يعني كده، فخرج لي الحاجه وقال لي طب اتفضلي بره. انا قلت له يعني كل ده عشان انا جايه ادي صوتي او يعني اعمل توكيل طنطاوي؟ قال لي ما كنتش اعرف. قلت له انا مش مصدقه حضرتك بصراحه، انت زي ابني يعني، بس انا بقول لك انا مش مصدقاك. فقال لي يعني انا بكذب؟ طب والله انا ما كنت اعرف، هم قالوا ان انت واقفه بتصوري وده ممنوع. قلت له هو ايه اللي ممنوع؟ حضرتك بتصور في الباركينج ممنوع، حضرتك لما بتصور في الشارع ممنوع. هل انا مصوره حد بعينه، شخص بعينه؟ هل انا مصوره شخص بيعمل حاجه غلط كده؟ طيب كل الكاميرات اللي بتصور في كل الشوارع دي ممنوعه؟ قال لي انت مش في الشارع. قلت له انا مش جوه الشارع العقاري. على العموم انا مش حد ضد مؤسسات الدوله، ولو هي دوله ديمقراطيه فدي تاريخ للحظه ديمقراطيه، المفروض تتبسطوا ما تزعلوش. وطبعا وخرجت. طبعا كان في عدم ارتياح ولكن خرجني. عملت بعد شويه ندهوني، كنت واقفه بتكلم بره في الطابور، كان في ناس معترضه ان بتوع الحزب بيدخلوا كتير جدا مع بعض، واللي واقفين بره دول هيقفوا لاخر النهار. فبيقولوا لهم اللي واقفين على الباب بيقولوا لهم انتوا جايين تعملوا مشاكل. فرحت لهم قلت لهم يعني انا سايبه بيتي وجايه عشان اعمل مشكله؟ انا هو بقول لحضرتك انا واقفه من الساعه 11 ل 10. قال لي لا حضرتك مش واقفه من بدري كده، انتوا بتقولوا من قبل الجمعه. انا واقفه من قبل الجمعه. فقال لي لا حضرتك، قلت له في كاميرات وفي عربيه لها رقم، حضرتك شوف انا عديت هنا الساعه كام وجيت عندك هنا الساعه كام. قال لي طب اتفضلي حضرتك واندهي. دقايق بسيطه ندهوني، دخلت. الناس جوه واقفه، حضرتك عايزه حاجه؟ طب نصور معاكي؟ طب مش عارفه ايه. قلت لهم كلامي مش هيعجبكم، الجماعه بتوع مدينه الرحاب كانوا بيصوروا واللي هم تبع طلعت مصطفى. فناس واقفه بقول لهم انتوا تبع الحزب؟ قالوا لي لا والله احنا الامن، احنا مش مع حد. قلت لهم طبعا انتوا مننا ما فيش اي مشكله خالص، يعني مش ضباط اقل شويه في الرتبه. قلت لهم يا جماعه والله احنا ما لناش مشاكل معاكم، مؤسسات الدوله كلها على راسنا، احنا مشكلتنا مع سياسه اقتصاديه للرئيس الحالي اللي احنا سبق وانتخبناه، من حقنا كدوله ديمقراطيه ننتخب حد تاني. قال لي طبعا حضرتك من حقك ما فيش اي مشكله. اخد مني البطاقه والراجل، وبعد 3 دقايق ولا 5 دقايق اداني التوكيل. وخلص الموضوع على كده وخرج.